السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض كده هنعمل كشري بطريقه سهله ولذيذه وكمان مريحه من غير حلل كتير على قد ما نقدر. وطعم الصلصه خصوصا الصلصه هتلاقوها ما تفرقش عن بتاعه الشارع او المطاعم حاجه تماما. اول حاجه بسم الله كده ونبتدي ان احنا هنجيب العدس بتاعنا وهنحطه في ميه لازم يتنقع ليله كامله. البقوليات عموما يا جماعه لازم تتنقع ليله كامله علشان اولا هي بتنفش، ثانيا لو حد عنده مشاكل في القولون ولا حاجه الى حد ما بتقلل له المشاكل اللي بتحصل معاه، وده شكله تاني يوم. طبعا الميه كمان لونها اتغير، هو حجمه كمان خد راحته والكلام ده كله، فتمام جدا معانا. طيب احنا بقى كل اللي هنعمله ايه، هنغسله كويس وهنحط ميه من الحنفية عادي ونحط معاها العدس ونحط كمان معاها شوية كمون ونسيبهم على النار يغلوا غلوة واحدة. يعني المية تكون من الحنفية، مش نحط في مية سخنة، لا مية من الحنفية تماما. يغلي الغلوة وهنركنه على الجنب. نيجي بقى للبصل. البصل بتاعنا يا اما نقطعه بالقطاعة بتاعة الشيبسي او بالسكينة. هو طبعا بيفضل البصل الابيض لان البصل الابيض بتبقى ميته قليلة عن الاحمر وقماشته بتكون اقوى. البصل الابيض هو شويه بياخد وقت في القلي لانه عزيز في نفسه كده مش بسهوله ان هو يتقلي. بس انا كان عندي بصل احمر عادي جدا، همسك بقى بالسكينه وابتدي اعمل كده بالحرف على قد ما اقدر رفيع. البصل بتاع الكشري او اللي بيسموه الورد بيكون رفيع ما بيكونش تخين، فبنحاول احنا نقطع على قد ما نقدر شرايح رفيعه. تمام. لا طبعا انتوا تستخدموا السكينه براحتكم، يعني انا بحب استخدم السكاكين الصغيره، فاللي بيحب يستخدم سكاكين كبيره براحته. تمام. اهم حاجه ان يكون التقطيع على قد ما نقدر تكون رفيعه، او نريح نفسنا وفي بتاعه الشيبسي كده نبتدي نحركها يمين وشمال، هتطلع كلها طبعا حجم واحد ورفيعه جدا. انا خلصت التقطيع بتاعه هو ادي الرفع بتاعه المظبوط. هبتدي بقى اجيب طبق واحط فيه كل البصل بتاعي، وهبتدي احط عليه شويه من النشا وشويه من الملح. انا عايزه بس تغليفه كده للبصل بتاعي مش اكتر من كده. طبعا في الوقت ده انا مشغله البوتاجاز بتاعي ومشغله الزيت علشان يتقلي معايا، وطبعا بينزل فيه زيت غزير وسخن. لازم الزيت بتاعنا يكون سخن جدا، لو نزل في زيت متوسط او بارد بيطرى مننا وما بيقرمش خالص. واهم حاجه اني اتاكد اني انا غلفت البصل بتاعنا كويس جدا بالنشا. نيجي بقى للصلصه بتاعتنا. الصلصه بتاعتنا بنحط شويه زيت وشويه توم، نحمصهم شويه ياخدوا لون كده، وشويه من الكمون والملح. تحميصة الثوم وتحميصة التوابل هي اللي هتديكوا تطعيمة حلوة قوي للصلصة، وهتبقى زي بتاعت بره بس احسن. هقولكوا ليه. اولا ده البصل اهو خلاص انا قليته، انا طبعا بشوح التوميه كده على البوتاجاز، اديني انا قليته اهو. بصوا بقى مقرمش ازاي، وحاولوا تطلعوه لون فاتح شويه عشان هو كل ما هيبرد كل ما لونه هيغمق، فنحاول نطلعه لون فاتح ونسيبه كده متهوي علشان يقرمش اكتر معانا. طبعا انا صفيته الاول على شبكه وبعد كده حطيته في الطبق ووريتكم شكله اهو عامل ازاي. نيجي للرز. هنعمل ايه بقى، احنا هنشوح او هنحمر الشعريه، هنشوحها كويس جدا في النار. وبعد كده اول ما هتاخد اللون بتاعنا، احنا هنا يعني في البيت عندي بياخدوا الرز قليل جدا، فانا تقريبا حاطه كبشه، يعني دي كوبايه من الرز وده ربع كيلو من العدس. والرز عباره عن مثلا معلقتين 3 بالكتير جدا. شوحتهم كويس او حمرت الشعريه كويس جدا، وبعد كده نزلت بالعدس. الرز بتاعي شوحته، وبعد كده نزلنا بالعدس اللي خد غلوه وفضل متغطي لحد ما عملت كل خطوات الكشري بتاعتي لغايه ما هبتدي احطه على الرز. بصوا هو طبعا لما بيتغطى عليه وهو سخن بياخد كمان بيكمل مع حراره كمان البوتاجاز حواليه، فهو كمان بيكمل. تمام. هبتدي بقى اشوحهم كلهم مع بعض كده شويه، الرز مع العدس مع الشعريه، وهنبتدي نحط الميه بتاعه العدس اللي احنا سلقناها اللي هي لونها بني دي، علشان تخلي الرز معانا شويه لونه مدي على بني.
كمية المية بتاعتنا يا دوبك يا دوبك، يعني ما يبقاش كله متغطي، لا بصوا شايفين اللي هو انا شايفة فيه مية لكن مش مغطية للاخر. تمام. هبتدي بقى احط الملح بتاعي واحط الكمون. المية هتغلي، هنروح مهديين ومغطيين وسايبينه، مش هنقول بقى تلت ساعة، هو المفترض الطبيعي انه مش هيكمل معانا حوالي 10 دقايق، بس احنا نتابع من وقت للتاني علشان نعرف السوا بتاعه عامل ازاي. لان طبعا انتوا لو حاطين كميه رز اكتر من اللي انا حطاها اكيد هتاخد وقت شويه عن كميه الرز اللي انا حطاها. بصوا بقى الفلفله، بصوا شايفين زي الفل. الصلصه اعتقد كده ان هي ما جاتش في التصوير فانا بعتذر. الصلصه هنشوح الثوم مع الكمون مع الملح كويس جدا، وبعد كده هبتدي احط الصلصه بتاعتي المضروبه في الخلاط بقشرها ببذرها بكل حاجه طبعا، مغسوله كويس ومتقطعه واتضربت في الخلاط، واحطهم على النار، وهم كمان على النار اخد قد معلقه صغيره من الثوم، واسيب بقى التومه نيه بقى خالص مش متشوحه ولا اي حاجه، واسيبهم يغلوا مع بعض لحد ما يوصلوا للقوام. وطبعا احنا حاطين كمون. الصلصه بتاعت الكشري ما بيتحطش فيها فلفل اسود نهائي. تمام. الدقه بتاعت الكشري اللي انا بعملها عندي في البيت غير بتاعت الشارع. الدقه بتاعت الكشري مقدار متساوي من كله: ملح، كمون، كزبره، شطه، ليمون، خل، فص توم مدقوق نص، شويه ميه، بس مش اكتر من كده ولا اي حاجه. مكرونه سلقتها. عيب الكشري الحله الواحده لما بيتحط في المكرونه ان لو قعد كذا يوم المكرونه ما بتستحملش وبتحمض فبتخليها زي من كل الاكل. انما لو فصلنا المكرونه عن الكشري وعملنا الكشري كله في حله واحده الا المكرونه، عادي لو قعدت المكرونه ممكن يعني اذا تحسبا ان اتبقت منها مكرونه كتير تمام، يعني ممكن ان هي هتبقى خسارتنا في المكرونه لكن مش خسارتنا في الاكله كلها ان هي باظت واترمت. تمام. فانا دايما بفضل ان لما نيجي نعمل كشري الحله الواحده نخلي المكرونه لوحدها والرز والعدس والشعريه لوحدهم في حله مع بعضهم، وبس كده. دوقوه وجربوه بالطريقه دي. الولاد اللي بيحبوا ياكلوه من الشارع او انتوا حتى لو بتحبوا تاكلوه من المطاعم هتحبوا ده جدا. اشوفكم في فيديو تاني واقول لكم سلام عليكم.